في ميدان المصريين الأحرار إسماعيل عضو حزب المصريين الأحرار لنحدثه حول موقف حزب المصريين الأحرار والمعتصمين في ميدان التحرير. اليوم كان هناك جلسة وستبدأ جلسة خلال لحظات للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور للتصويت على مواد الدستور. هل هذا الأمر يرضيكم إنجاز الدستور بوقت سريع كهذا؟ اولا احنا بدأنا الاعتصام دوت من اجل حل التأسيسية، من اجل تشكيل حكومة انقاذ وطني، من اجل التراجع عن الاعلان الدستوري. تمام. ثانيا بقى وهو الاهم، هم دلوقتي فين التوافق؟ اين يوجد التوافق في انهم بيجتمعوا؟ هم عددهم قليل بعد كل المنسحبين، القضاة ونقابة الصحفيين والكنيسة وغيرها وغيرها وغيرها، كل دول منسحبين. فين التوافق الوطني؟ ولكن هناك أعداد قيل إنها للاحتياط جاءت لتحل محل المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، والمتحدث باسم الجمعية واكد أن النصاب القانوني مكتمل وبالتالي هي تمارس عملها بشكل رسمي. انت شايف ان دوت شيء طبيعي؟ هل اللي انا بلعب في ماتش كوره هجيب يعني كان معايا مجموعه شغاله وشافت ان احنا انسحبنا من الجمعيه التاسيسيه؟ اولا عشان يبقى واضح، عشان مواد الرئيس بيتأصل ليه ديكتاتوريه واضحه جدا في التأسيسات الدستوري الموجوده. لو احنا غضبانين من الاعلان الدستوري فالدستور هيصنع ديكتاتور اقوى كتير من الاعلان الدستوري. اعتصامكم هنا في ميدان التحرير الى متى مستمر، وكيف هي الدعوه لمليونيه الغد؟ اعتصامنا مفتوح الى ما لا نهايه، احنا مش حاطين سقف للاعتصام، لازم يحصل تراجع عن دوت، يا اما هو يرجع يكون رئيس لحزب الحريه والعداله. يعني الرئيس محمد مرسي وعد بانه رئيس لكل المصريين، صح؟ اين لا تجدون هذا؟ نجده في التأسيسية فورا، نجده في اعلانه بانه هو مع السلطه التشريعيه والتنفيذيه وسلطه القضاء، نجده في كل دوت. أشكرك حافظ إسماعيل عضو المصريين حزب المصريين الأحرار. الحزب مستمر في الاعتصام في ميدان التحرير، كذلك الموجودون هنا، لكن الأعداد يلحظ أنها قلت كثيرا عن ما كانت عليه بالأمس، وذلك ربما تحضيرا لمليونية الغد رانيا التي من المفترض أن القوى السياسية دعت إليها. وهناك أيضا تحذيرات من قبل المعتصمين هنا في ميدان التحرير والموجودين في الميدان بأنه لن يتم السماح للإخوان المسلمين بالوصول غدا إلى ميدان التحرير الذي يمثل